كلنا اكيد عارفين لعبه امونج اس، بس هل عارف ان اللعبه دي فضلت سنتين يعتبر مش بيجي لها لاعبين؟ وهل عارف ان سبب انتشار لعبه امونج اس مرتبط ارتباط شديد بفيروس كورونا؟ وهل تعرف كمان ان اول ما اللعبه نزلت كانت نازله على الموبايل بس؟ ولو كملت الفيديو هقول لك خفايا تانية كتير، عشان النهارده هنتكلم عن قصه نجاح لعبه امونج اس. وبدون مقدمات كتير خلونا نبدا، بس قبل ما نبدا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبس كده يلا بينا. لعبه امونج اس هي لعبه من نوع ميردر ميستري، بمعنى ان في قاتل او ميردر وسط اللاعبين العاديين. مهمتك كلاعب عادي ان انت تخلص المهام اللي وراك، ومهمه الميردر او القاتل انه يقتل اللاعبين ويفضل متخفي وسطهم بحيث ان هو ما يتعرفش، عشان لو اتعرف هيتم نفيه من السفينه وهيخسر اللعبه. وبالاضافه لكده مهمه اللاعبين العاديين ان هم يحددوا مين الميردر او القاتل بحيث ان هم يطردوه من السفينه عشان يكسبوا. وبعد ما عرفنا فكره لعبه امونج اس تعالوا نتكلم شويه عن التاريخ بتاعها. لعبه امونج اس اتعملت سنه 2018، بس عكس اللي كل الناس متخيلاه البلاير بيز ما تعداش 50 لاعب، وده بسبب انها اول ما بدات كانت على الموبايل بس، وكانت لان بيست، بمعنى ان ما كانش فيه اونلاين. الاونلاين جه قدام مع الابديتس الدوريه اللي كانت بتنزل للعبه. طبعا انر سلوث اللي عملوا اللعبه ما كانوش عارفين ان في خلال سنتين بس لعبتهم هتنافس الالعاب التريبل اي، ومع ان الارقام اللي اللعبه وصلت ليها في الاول ما كانتش كبيره، بس هم كملوا عليها لحد ما جه الوقت اللي اتعرفت فيه. بس عشان نعرف ده حصل ازاي محتاجين الاول نعرف شويه احصائيات. الاحصائيات بتقول ان سنه 2020 تحديدا في الحجر الصحي اللي كان بسبب فيروس كورونا، الالعاب الاونلاين استقبلت دفعه كبيره جدا من اللاعبين الجدد. الناس كانت بتدور على حاجه تسليهم في وقت الحجر الصحي. الاحصائيات بتقول ان في سنه 2020 عدد الاونلاين بلايرز وصل 2.7 مليار لاعب. انت متخيل الرقم؟ فهنا بقى يبدا ستريمرز من كوريا الجنوبيه والبرازيل وحتى مصر بانهم يلعبوا لعبه جديده بالنسبه لهم اسمها امونج اس، ولقوا ان اللعبه ممتعه وفكرتها كويسه جدا. الوضع ده فضل فتره لحد ما جه ستريمر عملاق اسمه سودا بوبن بدا مسيره اللعبه للعالميه. واللي ساعد اللعبه في الانتشار انها عندها مزايا كتير، زي انها سهله في جزئيه السبكتيتنج، بمعنى ان سهل جدا المشاهد يعرف ايه اللي بيحصل لما يشوف الستريمر وهو بيلعب. فاللعبه بدات في الانتشار على جميع منصات السوشيال ميديا، ستريمز على اليوتيوب وتويتش، وكليبس على التيك توك والانستجرام. ومن ستريمر للتاني الموضوع بقى عامل شبه العدوى، كله بقى يا اما بيلعب امونج اس او بيتفرج على حد بيلعب امونج اس. واللعبه مسكت الترند ساعتها لدرجه ان عدد اللاعبين فيها وصل 3.8 مليون لاعب حول العالم. واللي كان بيحصل انك بتلاقي مجموعه ستريمرز اصحاب بيلعبوا اللعبه، فبيشهروا نفسهم وبيشهروا اللعبه اكتر. وسبب كمان لانتشار اللعبه انها حرفيا بتشتغل على اي جهاز، وده لان زي ما قلنا في اول الفيديو انها كانت معموله للموبايل بس، فانت حرفيا لو بتلعب على بطاطسايه هتشغل اللعبه عادي. وبس كده يا صديقي، ده باختصار شديد قصه انتشار لعبه امونج اس، واحده من افضل الاندي جيمز اللي اتعملت في التاريخ. واللي ممكن نستفاده من القصه دي انك تكون زي المطورين اللي ورا اللعبه دي. في الاول الايرادات وعدد اللاعبين ما كانوش احسن حاجه، بس هم ما فقدوش الامل وكملوا ورا لعبتهم للنهايه. فده درس مهم جدا اننا نتعلمه من انر سلوث. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتسيبوا لايك على الفيديو وتقولوا لي رايكم في الكومنتس، وتعملوا شير للفيديو في كل مكان. والى لقاء قريب في الفيديو اللي جاي. انا احمد علاء، وسلام.